أول لما تسمع إدارة المخاطر ريسك مانجمنت غالباً دماغك بتروح لمشهد من فيلم أكشن أو مصيبة مالية حصلت، لكن الحقيقة الإدارة دي هي اللي بتشوف الخطر قبل ما يوصل وتحاول تبعد الشركة بعيد عنه من غير ما تعمل دراما. يعني الناس اللي بتقول افرض حصل كذا مش عشان بيشككوا، لأ عشان بيحبوا الشركة أكتر من اللي بيقول يلا نبدأ وخلاص. طب إيه وظيفة إدارة المخاطر؟ تحدد إيه نوع المخاطر اللي ممكن تحصل للشركة، مالية، تشغيلية، قانونية، سمعة. تقيم احتمالية حصولها وتأثيرها، تجهز خطة لو حصل كذا نعمل كذا، تطمن الإدارة العليا إن مفيش حاجة هتخبطهم على غفلة. تشتغل جنب كل الإدارات مش بمعزل عنها. طب هل المفروض تبقى موجودة في كل الشركات؟ لو شركة كبيرة أو فيها عمليات معقدة أو بتتعامل مع فلوس واستثمارات لازم تكون موجودة، لكن لو شركة صغيرة ممكن تبقى جزء من قسم المراجعة أو الرقابة أو حتى تتنفذ كعقلية إدارة مش قسم مستقل. المفروض بتريبورت لمين؟ عادة إدارة المخاطر بتبقى تحت التشيف ريسك أوفيسر أو رئيس قطاع الشؤون القانونية أو المالية. بس في شركات كبيرة أو حساسة زي البنوك بتبقى مستقلة وتبقى دايركت ريبورت للسي او أو مجلس الإدارة مباشرة علشان يكون في شفافية ومحدش يهندس التقارير. طب إيه اللي لازم يتوفر لها عشان تنجح؟ صلاحيات واضحة مش بس توصيات محدش بيطبقها، شراكة حقيقية مع الإدارات التانية مش مراقبة عليهم بل دعم ليهم، داتا حديثة دعم من الإدارة العليا، ومكانة تحسس الناس إنهم بيشتغلوا على وقاية مش تخويف. الخلاصة إدارة المخاطر مش بتوقف التطوير، هي بس بتسأل السؤال اللي محدش عنده وقت يسأله: إحنا لو وقعنا هنقع منين؟ ولو الشركة بتخاف من المخاطر أكتر مما بتحللها يبقى هي اللي خطر على نفسها.